السلام عليكم. دايرين لاباس بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير. غندير كيكه بالموز نشاركها معكم. عندي 3 البيضات، كاس عنبه ديال السنيده، عندي 2 تفاحات للتزيين، واحد البنانه اللي غنديرها عصير هي والحامض، وغنستعمل تقشور الحامض في الكيك. عندي اكثر من نص كاس بشويه، قريب الكاس الا ربع ديال الزيت. عندي ساشيه ونص ديال الخميره والدقيق على حسب الخليط. كنقطع الموز نديرو في الخلاط، نعصر الحامض ونديرو عليه، كنحليه، ندير ليه السكر نخليه حلو، نزيد عليه شويه الماء باش نحصل على عصير. الحامض حكيت ليه القشره، حطيت البيض في الخلاط، زدت عليه قشور ديال الحامض، وزدت عليه العصير، زدت عليه السنيده، خلطت كل شيء. والزيت كنزيدها شويه بشويه. في إناء حطيت الخليط، زدت عليه خمارة ونص، وبديت كنحرك مزيان، كنزيد الدقيق شويه بشويه، نزيد شويه ونحرك مزيان، ومن بعد نزيد شويه ونحرك. حتى صبح الخليط جاهز. انا عندي مول اللي دهناه بالزيت ورشاه بالدقيق، حطيت فيه الخليط ودخلته الفران. حطيت السكر مع القليل من الماء في إناء وحطيتهم على النار، خليتهم يطبخوا، وحطيت عليهم التفاح اللي قشرته وقطعته شرائح. طابت الكيكه، خرجتها من الفران، غنخليها واحد شويه ونحيدها من المول. ملي طاب التفاح حيدته، حطيته في صحن، وهذاك السيرو اللي بقى اللي كان فيه التفاح هو باش غنسقي الكيكه. سقيت الكيكه بالسيرو، وبديت كنصاوب الخليط اللي غنحط في الكيكه الكريمه. حطيت نص سيطرو ديال الحليب على النار، حليته، الحلاوه على حسب الذوق، وحطيتها العافيه،
نقصت واحد الكاس، كاس الا ربع ديال الحليب او نص كاس. غنخلط به 3 المعالق ديال النشا، اول ما يغلى الحليب غادي نحطو عليه ومن بعد نزيد عليه واحد 6 المربعات ديال الشوكولاط الابيض وكاس ديال الياغورت. نحركو مزيان ونحط الكريمه على الكيك. من بعد واحد 2 دقائق كنرص التفاح فوق من الكريمه وتنزينها بحبيبات ديال الشوكولاط. خديت واحد 2 مربعات ديال الشوكولاط الابيض، حكيتهم بالحكاكه الغليظه ورشيتهم في الجناب. وكالشكل النهائي ديال الكيكه هو هذا. دابا غادي نقطعها، غادي نخليها حتى تبرد، نديرها في الثلاجه حتى تبرد ومن بعد نقطعها. نتمنى تعجبكم الطريقه، وبالصحه والراحه.